طب ما تيجي نشوف كده من البداية، هي الأمور دي ورث ولا شغل؟ القصة ببساطة بدأت لما الزمالك بقى عنده بوتيكات في شارع جامعة الدول، أهم شارع من شوارع مصر التجارية والحيوية في المهندسين زمان في الثمانينات والتسعينات. هل النادي الأهلي قال اعملوا لي أنا كمان بوتيكات علشان أأجرها وأكسب من وراها وأبقى غني زي نادي الزمالك؟ ولا النادي الأهلي اشتغل على تعظيم موارده والاستفادة بكل مورد ينفع يجيب فلوس للنادي؟ القصة هنا قصة ناس شايفة استحقاقية غير مبررة جدا لناديهم، وناس تانية بتشتغل علشان تستحق فعلا اللي عند ناديهم. والأمور بقت واضحة جدا. الزمالك والاهلي بيفكروني بعبد الرحمن وسيف في العطار والسبع بنات، لما سيف والدته ورثته كل حاجة، فلوس ابوه وفلوسها، وعبد الرحمن بس ورث حاجة واحدة بس. ايه هي؟ صنعة ابوه. بعد فترة من الزمن سيف فلس وباع كل ميراثه، وعبد الرحمن بقى هو المليونير اللي بيحتضن اخوه وبيساعده. ومع ذلك فضل سيف بيكره عبد الرحمن. هو ما بيكرهش عبد الرحمن علشان كرهه لشخص اذاه، هو بيكره فيه فشله وقلة حيلته.